المغترب حياته ملهاش طعم ليه؟ لأن بكل بساطة الناس كلها بصله فيها، قرايبه وجيرانه وحبايبه وأصحابه كل الناس بصله فيها. ده سافر، ده جه من السفر، ده اشترى ايفون، لا يا عم ده لابس توب نظيف، لا يا عم ده البرفان بتاعه ما شاء الله. يا حبيبي انت بتبص على اللقطة الأخيرة، ما انت ما شفتوش وهو قاعد لوحده وبياكل لوحده وبيشرب لوحده، وهو طلعان عين اللي خلفوه لوحده، وهو تعبان وراقد في السرير ومش بيقول لأهله ان هو تعبان، وكل ما حد من اهله يتكلمه يقول له والله الحمد لله كويس، وهو ممكن يكون اصلا في المستشفى. هو مش عايز يعول اهله الهم. المختصر المفيد يا جماعة، حياة المغترب منظورة، والمال المنظور بيروح قبل المال الحرام. كله بيبص على اللقطة الأخيرة بس. ممكن يكون أصلا مقسط تذكرة الطيران اللي هو نازل بيها أجازة، كل ده عشان يشوف ابنه ولا بنته شهر واحد في السنة، ده لو نزل الشهر. أقسم بالله ناس كتير بتتمنى اللي يجي على قد اللي يروح بس يجي.